ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين
وقالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما تعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون ينظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم
بخير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله أن ينفعنا بهذا الفضل العظيم وارزقنا فضلك العظيم. طيب شيء آخر. الله يوفقنا لما يحب ويرضى. القرآن هو الآخر شوف حوالي المجرى أو هي المغرب هذا لا سلبه هذا ولا سؤال بديل سؤال كذا وهذه أنا أخذ لي بعد ويدي وأدور كذا سؤال علة جفت في مرض وخطير وفتاك مرض نقول عيبة مرض كبدن كان يجيك فدعة وكانوا للوبل ولا واختر لهم تاور دي وده لقوي وده لكن مرض قلبي فدعة يعني لقوه الانتاج أكثر والقرآن الآخرين والآخرين له أما الذي يشتي وأدلته إلى المعاني والخشوع وأدعوه هذا مرض يعني أن الله يذكي وجعلها كل شيء الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون. هذا كلام من؟ كلام الله تعالى. يخرون للأذقان يبكون. هذه ذكر سورة مريم الحنين إن الذين أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من ذرية أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا كل ما إلى جبل مرة حتى وممن هدينا واجتبينا شأن ودعوها إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا تتلى عليهم آيات الرحمن بل أعنات وتيت من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. الله يرزقنا فهمنا. دي الأمور لها علة هيك الشعور هذا كان القرآن كان معي فهم وأنا عارض نفس كذلك وأفكر كل شيء وإلى ذلك. مسجد كان لمسجد الشيخ علي الشوفي رحمة الله عليه في مقديشو مغرب كان جزء الآخرين عشان الجزء الآخرين فبدأ أنهم يرون تصفيرا لكن وحان خصوصا يعني دفعوا قلبوا الوقوية ناس قلوبهم كانت لينة وهي يعني جزء كان أصلا القرآن كان إلى أن الكبير أمر له قوية وحان خصوصا واحد من طلبة الشيخ عبد الله الشيخ كمل الشيخ حسين وقرن يعني الشيخ محمد بن سعد المنصور رحمة الله عليه يعني أيضا عذاب في الشخص الناصر يا صبري مسكي حيث رمضان كان جزء كامل طريقه قلت جزء بعد المغرب جزء بعد العشاء فسخ ملك عيد ملك يعني حتى ليلة العيد والآخرة رمضان كان ما دام الأمة الشمسية الجنازين دي ما
مشاكلة بعد الصلاة بعد التراويح ولا فلسي بعد التراويح ولا فلسي جزء ولا فلسي هذه بقى صومري سوى آخرين وبدأ يبكي والقلب وبنتي ألقى شيئا بالعبد حمد ملايين يا الجبل فرق نواحي أنا نوايا لكن دور عشر شهر شيخ وأبوي حتى أفرد يوصل دون المقبرة أفرد بيجري مخلي وإنت السجود أنا رحمه الله شيخ خلاد الشيخ جوغان ملايين يا محمد عيسى الشيخ مايت وجعلنا شيخ شريف صلاة العشاء مو جدا ميت صلاة العشاء مو جدا واللي يصلي من الوالد رحمة الله عليه السلام في كلاي سورة إلى السماء انشقت وأخذنيه مأجر منها وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا هل كان مقبل آيات شيخ حسن لي شيخ الأرض كم سيد الواحد خشب ملح وبعد هذا ما كان متأخر ما يريد مع سكت البعض دي بيسمع السؤال ماشي مكاسو سوى بنيتو سوى ولي أو سكر لبغني وده لبغني والأمثلة كثيرة سبوب التربية ملاحظة تشمل حيث حاجات وين راح اللي شو دي شو هل هو في عندنا مشكلة بس ولو تواجهت حانا ملايين يعني نسبة له